عمرك تسائلتي علاش كاينين ناس كيديروا الفلوس بسهولة وكاينين ناس اخرين اللي كيخدموا ليل ونهار وكيبقاو في بلاصتهم؟ واش في نظرك المشكل في الذكاء في الفرص ولا في شي حاجة اخرى اللي هي اعمق من هاد الشي واللي هي العقلية؟ واش في خبارك أنه ممكن أنه يكون أول حاجز بينك وبين الثراء هو الطريقة اللي كتشوف بها الفلوس والطريقة اللي كتعامل بها مع الفلوس؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي يقدر يبدل نظرتك كاملة للمال. ماشي حيل سحرية، ماشي وعود كاذبة، ولكن 5 مبادئ نفسية إذا طبقتيهم غادي تولي تتعامل مع الفلوس بطريقة مختلفة. يلا نبدأ. الحيلة الأولى هي تفعيل وتنمية عقلية الوفرة ديالك. أول حاجة خاصك تبدلها هي الاعتقاد ديالك على الفلوس. بزاف ديال الناس عايشين بعقلية الندرة، يعني أنهم دائما عندهم إحساس أن الفلوس قليلة وأن الفرص محدودة، وأنه دائما إذا ربح واحد الشخص فخاص يكون هناك شخص آخر كيخسر، وكيعتبروا أن النجاح ديال ناس آخرين كيهدد النجاح ديالهم، وهذا الشيء خاطئ بطبيعة الحال. إلا كنتي كتفكر بهذه الطريقة فكنصحك أنك دير مجهود وتبدل هذا الحوار الداخلي وتحاول أنك تنمي عقلية الوفرة عندك. مبدأ الوفرة كيقول أن الكون عامر بالفرص وأن الرزق واسع، وما كاينش شي سبب يخليك تعتقد أن الخير مخصص لناس معينين دون غيرهم. منين كتبدا تثيق أن الفرص موجودة كتولي كتبان ليك وكتولي كتغامر بشكل محسوب وكتكون منفتح على التعلم والتعاون بدل المقارنة والحسد. طبعا هاد الشي ما كيعنيش أن الفلوس غادي تجيك فقط عن طريق التفكير الإيجابي، ولكن العقلية ديال الوفرة كتخليك تحصل على نتيجة اللي بغيتيها فاش كتلقى الفرصة المناسبة. كاين اللي غادي يقول ليا انه الحياة ماشي عادلة وكاينين الناس اللي تزادوا اصلا عندهم الزهر وما محتاجينش انهم يفكروا في هادشي وما محتاجينش انهم يديروا حتى شي مجهود. هنا كنقول لك فعلا تزادوا ناس اللي عندهم الزهر، ولكن اللي كنقصد هنايا ماشي هو الزهر او الحظ بالمعنى المحدود ديالو ديال انهم تزادوا ولقاو انهم عندهم فلوس. كنقصد هنايا هو انه هاد الناس عندهم الزهر لانهم اصلا تزادوا في واحد المحيط وفي واحد العائلة اللي كتآمن بعقلية الوفرة واللي عندهم عقلية الوفرة اسلوب حياة. وهذا الشيء اكيد انك غادي تكون كتلاحظه. مثلا في الأوساط اللي فيهم ناس أغنياء نسبيا كنلقاوهم دائما في التجمعات ديالهم كيهضروا على الفرص اللي كاينة وديما كتلقاهم كيتعاونوا بيناتهم. والعكس في الأوساط الفقيرة غادي تلقى الناس أنهم دائما خايفين من الحسد ودائما كيخبيو أبسط حاجة إلا شراوها، حيت كيآمنوا أنه الرزق قليل وبأن الفرص قليلة، وهذا الشيء كيزيد يخليهم في ديك الوضعية ديال الفقر وما كيخليهمش يشوفوا الفرص ويزيدوا لقدام. الحيلة الثانية: نظم انفعالاتك مع الفلوس. الفلوس ماشي غير أرقام، الفلوس مشاعر. كاين اللي كيمشي يبقى يشري ويخسر فلوس ملي كيكونوا عنده ضغوطات نفسية، وكاين اللي كيصرف باش يحس براسو احسن ويلمع الصورة ديالو قدام الناس، وكاين اللي كيخاف انه يستثمر او انه يخسر الفلوس حيتاش كيعتبر انه الفلوس قليلة كما قلنا في النقطة اللي فاتت. إلا ما تعلمتيش كيفاش تتحكم في المشاعر ديالك فيما يخص الفلوس فكن أكيد أن هاد المشاعر هما اللي غادي يتحكموا فيك، وبالتالي هما اللي غادي يوليو مسيرين فلوسك خصوصا في البداية. خاصك تقاوم الرغبات اللي ما عندهاش قيمة حقيقية في حياتك. ما خاصكش في كل مرة شديتي فيها الفلوس تمشي تصرفها بسرعة باش أنك تبان ناجح. النجاح الحقيقي هو أنك تعرف تتحكم في الرغبات ديالك. القدرة على تأجيل المتعة هي من أهم الصفات اللي كيتميزوا بها الناس اللي كيبنيو ثروة على المدى البعيد.
وهنا كنبغي كذلك نشير لواحد النقطة مهمة اللي هي المظاهر. بزاف ديال الناس كتلقاهم الحالة المادية ديالهم ضعيفة إلى متوسطة، ورغم ذلك كتلقاهم كياخدو كريديات وكيتسلفوا باش أنهم يشريو واحد السيارة فاخرة أو أنهم يسكنوا في حي راقي اللي فوق الطاقة ديالهم، وهذا الشيء كتلقاهم كيديروه فقط من أجل أنهم يثبتوا للناس أنهم ماشي فقراء، وأنهم كينتميو لواحد الطبقة اجتماعية اللي فوق الطبقة الاجتماعية الحقيقية اللي كينتميو ليها. هنا ما خصناش نساو أنه القيمة الحقيقية ديالنا كتجي من الداخل وليس من خلال نظرة الآخرين لينا أو الرأي ديالهم فينا. بطبيعة الحال ما فيها باس أنه الإنسان يكون طموح، لأن الطموح كيخلينا كنقلبوا على الفرص وكنزيدوا للقدام، ولكن ما خصناش نطيحوا في الفخ ديال إرضاء الناس. بخلاصة، تحكم في المشاعر ديالك، استمتع على قد جيبك، واطمح للحاجة اللي باغيها ولكن بلا ما تهلك راسك. الحيلة الثالثة هي تصالح مع المخاطرة ومع الأخطاء. بزاف ديال الناس عمرهم ما بداو رحلة البحث عن المال، ماشي حيت ما عندهمش الإمكانيات، ولكن حيت باغيين كل شيء يكون مضمون من الأول وما مستعدينش أنهم يدخلوا في مشروع غير مضمون أو أنهم يبدلوا الخدمة مثلا. الحقيقة هي أنه أي استثمار، أي تجربة جديدة إلا وفيها احتمال ديال الخطأ واحتمال ديال الفشل. والفرق بين الإنسان اللي كيزيد لقدام والإنسان اللي كيبقى بلاصتو هو أن الأول كيشوف الخطأ على أساس أنه درس تعلم منه حاجة جديدة، والتاني كيشوفو نهاية الطريق، وهذا الشيء كيجيب ليه الإحباط حتى قبل من أنه يبدأ. كل خطأ كيعلمك مهارة أو معلومة جديدة، وكل تجربة كتزيدك خبرة. وملي كنقولوا انه ما خصناش نستسلموا للخوف، هادشي ما كيعنيش اننا خاصنا نكونوا متهورين ونمشيو ونغامروا بكل شيء اللي عندنا. اللي خاصنا نديروه هنايا هو انه خاص تكون عندنا خطة واضحة ديال شنو هما المخاطر اللي كاينين، وشنو هي احتمالية الفشل ديال المشروع او ديال هذه التجربة، وفي حالة موقع الفشل كيفاش ممكن انني على الاقل نبقى في نفس المستوى المعيشي اللي عايش فيه اليوم بدون ما يتأثر المدخول ديالي او الحالة المادية ديالي. مثلا إلا كنتي غادي تبدأ مشروع جديد، فمن الغباء جدا أنك تخرج من خدمتك وتحط قاع الفلوس اللي عندك فيه، حيت إلا مستقش هذا المشروع هذا الشيء غادي يأثر عليك، وغادي خصك دير مجهود أكبر وأكبر باش أنك على الأقل ترجع المستوى اللي كنتي عايش فيه قبل ما تبدأ المشروع. وهنا عاوتاني كنرجعو نأكدو على ضرورة إدارة المشاعر في التعامل مع المال. ما خاصكش تخلي الحماس ديالك لفكرة معينة يدفعك أنك تاخد قرارات غبية وخطيرة جدا. الفكرة هنا هي أنه الخطر دائما موجود، وإحنا خاصنا نخدمو بمبدأ لا إفراط ولا تفريط. يعني ما نخافش لدرجة أنني ما نكونش قادر ندير حتى شي خطوة، وعاوتاني ما نتهورش لدرجة أنني نخسر كل شي. الحيلة الرابعة هي خلي عندك دائما مبدأ النمو، وفكر على المدى البعيد. الناس اللي كيديروا فلوس ما كتلقاهمش كيسولوا كيفاش نربح اليوم وفي هذه اللحظة، كتلقاهم دائما كيقولوا كيفاش نبني شي حاجة اللي تبقى تجيب لي الفلوس ولو بعد سنوات. ما كيقولوش اليوم بغيت نبان لاباس عليا، ولكن كيقولوا اليوم بغيت نزيد نطور من راسي، واكيد ان النتيجة غادي تجي بشكل تلقائي. بدل ما تستثمر في الطوموبيل مثلا اللي هي فوق المستوى ديالك، استثمر في المعرفة، استثمر في المهارات، في الصحة ديالك، واستثمر في العلاقات اللي غادي تزيد بيك للقدام.
أي حاجة كديرها اليوم سول راسك واش غادي تفيدني بعد 5 سنين ولا لا. إذا كان الجواب هو غالبا راك غادي في الطريق الصحيح. الثروة الحقيقية ما كتبناش في نهار ولا في شهر ولا ممكن حتى في عام ما كتبناش فيه. الثروة الحقيقية كتبنى بشوية بشوية عن طريق مجموعة من القرارات الصغيرة اللي كنتاخدوها كل يوم، ومجموعة من العادات اللي كنتبناوها وكنبقاو نعاودوها كل يوم. مثلا حنا نهار اللي تزادينا ما تزاديناش من اول نهار كنهضروا ولا كنتمشاو. كل شيء جاب تدريج حيت كنا على الفطرة ديالنا وما كناش كنقارنوا راسنا بالاخرين، وكنا مركزين فقط على النمو ديالنا. ما حدنا كنكبروا ما حد الاخرين كيبداو كيدخلوا في حيز الاهتمامات ديالنا وكنوليو مركزين عليهم وكنساو راسنا، حتى كيجي واحد النهار اللي كنفيقوا كنلقاو ان الوقت طار وعاد كنبغيو اننا نوصلوا لكل شيء بسرعة، في حين انه الحياة ما كتمشيش بهذه الطريقة. اي حاجة بغيتي ديرها خاصها الوقت وخاصها تركيز وخاصها خطة اللي غادي تمشي عليها بشوية بشوية. ملي كتبنى مبدأ التدرج ومبدأ النمو في حياتك، هنا كتعطي لراسك فرصة أنك تقرب للهدف ديالك خطوة بخطوة، في حين أنك إلا كنتي كتبغي كل شيء يجي بالزربة فالهدف ديالك كيولي كيبان لك بعيد بزاف، وهذا الشيء كيخلق عندك واحد الإحساس بالإحباط وبأنك مهما درتي ما غاديش توصل للهدف ديالك لأنه باقي كيبان لك بعيد. وخامس وآخر حيلة هي تعلم كيفاش تصرف الفلوس ديالك بذكاء. كاينة واحد الفكرة كتعجبني بزاف وهي اللي كتقول أنه الفلوس طاقة خاصها تبقى تتحرك وما خاصهاش تبقى في حالة جمود. وكاين كذلك واحد المثل كيقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هنا من كنهضروا على أنه الفلوس خاصها تتحرك وخاصنا نصرفوا الفلوس، ما كنقصدوش التبذير. اللي كنقصدو هنايا هو أنه الفلوس خاصها تصرف على أشياء اللي كترجع علينا بالقيمة. مثلا انك تشري كتب تعلم منهم، انك دير تكوين يزيد من المهارات ديالك، انك تستثمر في صحتك، او انك تشري ادوات، او انك تستثمر في المشروع ديالك باش تزيد تكبره ويزيد الدخل ديالك من هذاك المشروع. الفكرة هنايا ماشي هي انك تصرف الفلوس بشكل عشوائي وتسنى انها ترجع لك بالدوبل مثلا، لا، الفكرة هنايا هي انك توجه الإنفاق ديال هادوك الفلوس نحو أشياء كتزيد من فرص النمو ديالك ومن الدخل ديالك على المدى البعيد. فلوس تخلقت باش تحرك ماشي باش تبقى مخزونة. ملي كتستثمر الفلوس في النمو ديالك هادشي كيكون أحسن من أنك تستثمرهم فقط باش ترضي واحد الرغبة مؤقتة عندك، أو فقط باش أنك تكبر في عينين الآخرين ويوليو يحترموك بناء على شنو عندك. وفي الختام إلى بغينا نلخصو هاد الفيديو في جملة واحدة فهي أن الثراء كيبدا من العقل ومن النفسية ديالك قبل من أنه يبان في الحساب البنكي ديالك. إلا بغيتي تحسن علاقتك مع الفلوس فما عليك إلا أنك تبدل نظرتك لها، تعلم تحكم في المشاعر ديالك، ما تخافش من الخطأ، فكر على المدى البعيد وخلي فلوسك تخدم عليك بدل ما تكون انت كتخدم فقط غير باش تصرفها. إلى عجبك الفيديو اكتب لي في التعليقات شنو هي الفكرة اللي حسيتي أنها غادي تبدل علاقتك مع الفلوس، وما تنساش دير لايك، تشارك الفيديو مع شي واحد غادي يستافد منه، وتشترك في القناة باش يوصلوك مواضيع أكثر عمقا على علم النفس، تطوير الذات وبناء حياة أفضل.